أسعد الله مساءكم بكل خير. في عهد الاحتلال البريطاني لمصر سنة 1920 في عهد الملك فؤاد رحمه الله، الملوك المستبدة أصدر قانون يحمي فيه المصريين من الأجانب برغم حكم الأجانب لمصر، ولا البريطانيين دول كانوا وطنيين يعني. برغم الاحتلال البريطاني ووجود المندوب السامي البريطاني في مصر، أصدر الملك فؤاد قانونا يحمي فيه المستأجر المصري من الطرد نتيجة توافد الأجانب ورؤوس الأموال الأجنبية نتيجة الحرب العالمية الأولى. واحتفظ وصدق بقانون 48 نجله الملك فاروق رحمه الله في الحفاظ على المصريين من الأجانب. طبعا الظروف دي اتغيرت زي ما الدولة بتقول، ودلوقتي مصر ما فيهاش أجانب خالص. يعني ما فيش، إن مصر دلوقتي فيها أكبر عدد أجانب وصل في تاريخها. يعني زمان في العشرينات والثلاثينات والأربعينات كان في الأجانب اليونانيين والجريك والطليان كانوا يمثلوا كام، نسبة كام. دلوقتي احنا عندنا 10 مليون زائر ضيف أجنبي يعني غير مصري، وبنستقطب الاستثمارات. فهم ساعتها كان عندهم أجانب وتغور رؤوس مال أجنبي، واحنا دلوقتي عندنا ما عندناش. السبب ده زال، عشان كده احنا محتاجين نغير القانون. واقول لكم سبب تاني كمان زال برضو. يعني كان ساعتها في حروب، الحرب العالمية الأولى ما دايرة في أوروبا. القارة اللي قدامنا يعني برضو قارة مش بعيدة. فكنا طبعا، وحصل عندنا معركة في العالمين، فبرضو احنا كنا مرتبطين ومنغمسين في الحرب العالمية الأولى. لكن دلوقتي جبهات مصر الأربعة في أمان وغير مشتعلة. ليبيا بتحظى بالأمان في ظل النظام اللي أسسه معمر القذافي، وهو حصول كل مواطن على حقه من النفط، التعليم المجاني، البيوت اللي الدولة بتدفع ثمنها، العربيات اللي الدولة بتقدمها كمنح. يعني المواطن الليبي بيحظى بكل شيء كما كان في عهد الرئيس الليبي. والمواطن السوداني، السودان موحدة وفي عز ونماء، وبتزرع وتقلع وبتغذي العالم كله، وبتغذي الشعب العربي كله بالغذاء، وهي سلة الغذاء. ما فيهاش أي حروب ولا كوارث ولا صواريخ ولا نيران مشتعلة ولا فتن أبدا. السودان أرض فلسطين تم تحريرها جنبينا، فالفلسطينيين بينعموا في أمان. ما فيش عندهم دلوقتي حاجة اسمها إسرائيل، ولا خطة استعمارية لأراضينا ولسينا اسمها إسرائيل الكبرى. لا، يعني بالنسبة لموضوع الأجانب خلاص انتهى. فمش محتاجين القوانين الخاصة ولا تاني anymore، مش محتاجينها خلاص للسنين اللي جاية. والمنطقة الأربع اتجاهات بتوعنا كمصر في منتهى الهدوء والاستقرار والنماء والنعيم الكوني. فنستطيع الآن تحريك نصف سكان العاصمة، وأنهم يروحوا يعمروا أماكن جديدة علشان خاطر نفضي العاصمة شوية من سكانها، لأن هي أكتر العواصم ازدحاما على وجه الأرض. فنفضي بقى العاصمة شوية ونحاول إن احنا يعني نبدل البوبيليشن برضو، إنهم بدل ما يبقوا كلهم مصريين، لا نجيب وجوه كده سامحة أكتر من المصريين. انتوا عارفين فترات الأزمات الاقتصادية الفترات اللي فاتت خلت يعني بيبقى شكلهم كده مكشرين، فاحنا ممكن نجيب ناس مبتسمة بقى سعيدة جوها عمرانة، تقدر بقى تحرك الاقتصاد وتضخ فلوس في البلد بدل المصريين الفقراء دول اللي هيقرفونا. وشكرا. على فكرة احنا اخر 10 سنين بس اللي احنا حصل التضخم ده، وقبل كده كانت الطبقة المتوسطة عايشة وكانت بناءة وكانت محترمة وليها قدر. دلوقتي اصبحت من ذوي الاحتياجات الخاصة، والدولة بتتكلم عنهم دايما وعن سكان الإيجار القديم ان هم الاولى بالرعاية والاولى بالحكاية والاولى بالمساعدة والأولى. الطبقة الوسطى عمرها ما كانت عايزة منكم حاجة، وكانت بتبني الوطن وانتوا نفسكم منها كحكومة وكدولة وكجيش وكل شيء. يعني احنا كلنا واحد. والطبقة الوسطى هي من أخرجت كل العلماء والزعماء والأطباء الطبقة الإليت دايما مرفهة. الطبقة الوسطى هي العماد الأساس وعمود الفقري بتاع المجتمع، اللي الآن بيتم الإساءة إليها. قانون ظالم جائر. لو جينا نتكلم في النواحي الأمنية وسألنا الحكومة
اخبار النواحي الامنيه ايه والقوانين ايه هتقول احنا في خطر، مصر في خطر داهم. طب الاقتصاد اخباره ايه؟ مصر بتواجه مشاكل جباره واحنا في خطر داهم. تمام. طب قانون الايجار القديم، لا احنا في استقرار، والقوانين الخاصه لم يصبح لها حاجه في زماننا الحاضر كي نتبعها او نستخدمها. طب والمراكز القانونيه اللي شكلت في عهد هذه القوانين، بفضل هذه القوانين التي اقرت من الدوله والناس اللي دفعت فلوس والالتزامات والاتفاقات والتعاقدات، لا دي من العهود البائده، عهود الاقتصاد المختلط بتاع مبارك، والاقتصاد الانفتاحي بتاع السادات، والاقتصاد الاشتراكي بتاع جمال عبد الناصر، وكل هذه الاقتصادات وهذه الانظمه لا تلزمنا الان. طب يا جماعه النظام ده مش فاشل، ده على فكره في لغايه 2025 دلوقتي ناس بتعمل عقد 59 سنه بنظام الايجار القديم، بيدفعوا مقدم او خلو رقم كبير، وبعدين بيدفعوا ايجار يعني قليل دائم ثابت. و59 سنه دي عمر جيلين، يعني النظام نفسه مش فاشل والى الان بيطبق. لا بالنسبه للعقود دي العقد شريعه المتعاقدين ولكل حريته فيما اتفق. طب وبقيه العقود اللي هي بقى لا دي في عهود بائده واحنا لا نلتزم بيها ولا مراكزها القانونيه ليها لازمه، وعايزين بقى نطور القاهره. المستثمرين بقى في حاجه لحب القاهره الخديويه والمباني الجديده بقى والتطوير والمولات، محتاجين مولات بقى في القاهره، واهلها وشعبها يشوفوا مكان تاني. ربعهم بس احنا هنحاول نساعدهم عشان هم كبار في السن، لكن الباقيين معهم الرب او معهم الملائكه، ومالناش دعوه بيهم، لان هم مش مستاجر اصلي، دول مستاجر تايواني. لك الله يا مصر، لك الله.